هلو هلو، أنا بوسي طه. هعمل معاكم النهاردة شوربة الكوارع بطريقة سهلة وخطيرة، وبجد أي حد مش بيحب الكوارع بعد الطريقة دي متأكدة إن انتوا هتدمنوها ومش هتبطلوا تعملوها أبدا من حلاوتها. وهقول لكم ازاي تطلع معاكم دايبة وخطيرة كده، وازاي تطلعوا منها أحلى شوربة. متأكدة إن أي حد مش بيحب الكوارع بعد الطريقة دي هتحبوها. أول حاجة الكوارع بتاعتي بتبقى مغسولة ومتنضفة كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين، ما بيكونش فيها أي شعر خالص، ودي أهم خطوة علشان خاطر اللي بياكلها ما يقرفش منها. ده شكل الكوارع بتاعتي كده. علشان خاطر تتأكدوا ان الكوارع بتاعتكم ما يبقاش فيها أي زفارة ولا فيها أي ريحة وحشة، هنعمل مع بعض كده محلول سريع وهنسيبها فيه لمدة تلت ساعة. أول حاجة هنزل كده ب5 معالق كبار من الملح، والملح بجد في أي حاجة بيضيع الزفارة وبيشيلها تماما. هبدأ أنزل عليهم بقى بعصير ليمون، هعصر 3 وحدات من الليمون، وهضيف القشر بتاعه برضو في قلب المحلول بتاعي علشان خاطر بيشيل أي زفارة بالشكل ده كده. وهضيف عليهم بقى مية بس ما تكونش سخنة علشان خاطر ما تزفرلكوش الكوارع، تكون كده فترة عادية. هغطي كل الكوارع بتاعتي بقى بالمية وهسيبهم كده في المحلول ده لمدة تلت ساعة، وبعد كده هطلعهم من المحلول وهسيبهم بقى وانشفهم كده كويس جدا بحيث ان هو ما يكونش فيها اي مية. بصوا بجد شكلها خطير ازاي وبتلمع. بعد المحلول ده بجد الكوارع مش هتبقى زفرة معاكم خالص ولا هيكون فيها اي حاجة وحشة. في حلة سخنة بقى على النار هنزل بمعلقة كبيرة كده من السمنة الفلاحي. انا عاملة ميكس كده ما بين الزبدة البيضة والزبدة الصفراء، وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من الزيت، وهسيبهم بقى كده يدوبوا مع بعض كويس جدا ويسخنوا. لازم يسخنوا مع بعض كويس جدا، ما تنزلوش الكوارع الا لما الزيت يسخن معاكم كويس جدا علشان خاطر ما تنزلش منكم مية وتعمل معاكم ريم كده مش كويس. كده خلاص اتأكدت ان هي سخنت معايا كويس جدا. هبدأ انزل بقى بالكوارع بتاعتي كده قطعة قطعة، ما بنزلش بالكمية مرة واحدة علشان خاطر ما تنزلش معايا مية، ودي خطوة مهمة في اي حاجة احنا بنشوحها، بننزل بالكمية واحدة واحدة، ما بنزلش بيها مرة واحدة علشان خاطر ما تنزلش معايا مية بالشكل ده كده. بصوا بجد عايزة اقول لكم الكوارع بعد المحلول اللي احنا نقعناه فيه بجد بتلمع. بصوا شكلها خطير ازاي. في الوقت ده بتكون النار عالية علشان خاطر ما تنزلش معايا اي مية خالص، ومش هقلبها خالص الا لما تبدأ تاخد معايا لون. اول ما تبدأ تاخد معاكم اللون ده بقى على اول جهة هبدأ ان انا اقلبها كده بالراحة خالص بالشكل ده كده. هي بتفضل على الجهة الاولى كده لمدة 7 دقايق، ولازم تكون النار عالية. بصوا عليها كده كل شوية. ده بيبقى شكلها كده بعد ما اتحمرت على اول وش كده. خلاص بدأت تتحمر معايا وخدت اللون كده من الجهتين. بس بجد شكلها خطير ازاي. هبدأ انزل عليها بقى بورق لورا وعود من القرفة وفصين من الحبهان و3 فصوص من القرنفل. مش هنزل عليها بأكتر من كده، والتوابل كلها لازم تكون صحيحة علشان خاطر مش عايزة الشوربة يكون فيها اي نوع من التوابل، علشان خاطر تبقى نقية كده وطعمها خطير. هنزل ببصلاية كبيرة مقطعاها مكعبات كبيرة وفصين من الثوم وطماطمتين مقطعاهم مكعبات كبيرة وواحد فلفل حامي وواحد فلفل رومي، وهشوحهم كلهم كده بقى مع بعض على نار عالية لمدة 10 دقايق. ده بيبقى شكلها كده بعد 10 دقايق. بصوا شكلها بجد خطير ازاي. هنزل عليها بمية ولا ساقعة قوي ولا مغلية قوي، بمية كده ما بين البنين زي ما بيقولوا كده مية فترة. وبجد الحركة دي بتديها تست خطير. ولازم تغطوا الكوارع من البداية بمية كويس قوي علشان خاطر ما تضيفوش مية في نص السوا، علشان خاطر ده بيفقد القيمة اللي احنا عملناها. ولو حسيتوا ان المية بدأت تنقص معاكم في نص السوا لو هتضيفوا مية، لازم تكون المية بتاعتكم تبقى مغلية علشان خاطر ما تفقدش قيمتها، وعلشان خاطر انتوا كده بترجعوا عملية السوا تاني لنقطة الصفر. هنا كانت خلاص الكوارع بتاعتي كده بدأت تدخل على سوا. انا بفضل مهدية على الكوارع بتاعتي خالص، ما بحطهاش على نار عالية، بسيبها تستوي براحتها علشان خاطر لما بتعلوا عليها النار مش بتستوي معاكم بسرعة ومش بتطلع نفس تست الشوربة اللي احنا عايزينه. هنا خلاص الكوارع بتاعتي بدأت تدخل على سوا تماما. هبدأ اعمل بقى صلصة للكوارع. هضيف معلقة كبيرة من السمنة الفلاحي البيضة،
أول ما تبدأ تسيح معاكم بقى بالشكل ده كده هنزل بمعلقة كبيرة مهروسة من الثوم، وهقلبهم كويس جدا كده مع بعض. أول ما تبدأوا تشموا ريحة الثوم انزلوا عليهم ب2 فلفل حامي، بس مش هفتحهم، هسيبهم زي ما هما كده وهديهم تشويحة كده مع بعض. هفضل اشوح فيهم لحد ما يوصلوا للون الذهبي الخطير ده. انا عايزاهم ياخدوا اللون ده كده. هبدأ انزل عليهم بقى بمعلقة كبيرة من الخل، وهقلبهم كويس جدا مع بعض لمدة دقيقة كده على النار. وهبدأ انزل عليهم بقى بالصلصة وهقلبهم كويس جدا مع بعض. في نفس الشفشق اللي انا ضربت فيه الطماطم هضيف مغرفتين من الشوربة وهقلبهم كده مع الطماطم، وهضيفهم على الصلصة واقلبهم كويس جدا. بجد الحركة دي بتديها تست حلوة قوي. وهنزل عليهم بمعلقة من الكزبرة الناشفة كبيرة ونص معلقة من الفلفل الأسود وملح، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وهسيبها بقى على نار هادية تتسبك معايا كده براحتها. في الوقت ده خلاص بتكون الكوارع بتاعتي استوت. هبدأ أضيف لها الملح بقى وأملحها كويس جدا، مش بملحها إلا لما تدخل على سوا كده. خلاص الصلصة بتاعتي دخلت على تسبيك كده. هبدأ أضيف كمية الكوارع اللي أنا هضيفها للصلصة، وهسيبهم يغلوا كده على النار مع بعض لمدة 10 دقايق على نار هادية، علشان خاطر الصلصة ما تتقلش معايا خالص. انا مش عايزاها تتقل، انا عايزة الصوص بتاعها كده يبقى خفيف بالشكل ده كده. ده شكلها كده بعد ما اتسبكت. بصوا بجد شكلها خطير ازاي. بجد في الوقت ده هتشموا ريحة ولا اروع. ده شكل الطبق بتاعي بعد ما خلص. بصوا بجد كوارع ولا اروع من كده، وهتطلع معاكم خطيرة. قدموها بالطريقة اللي انتوا بتحبوها. انا قدمتها كده بالشوربة بتاعتها الاصلية وبجد كان طعمها خطير، وقدمتها بالصلصة وبجد الاتنين كان طعمهم احلى من بعض. بجد الطريقة دي هتطلع معاكم احلى كوارع ممكن تعملوها في حياتكم، وهتطلع معاكم دايبة وخطيرة بالشكل ده. الكوارع هتاخد معاكم سوا على حسب ما انتوا جايبينها صغيرة او كبيرة. انا الكوارع بتاعتي اخدت معايا سوا 2.5 ساعات او 3 ساعات الا ربع. متقلقوش خالص من عملية التسوية، بس اهم حاجة تكون على نار هادية وهتطلع معاكم بالحلاوة دي. عايزة اقول لكم ان الشوربة بجد كان طعمها خطير، والكوارع كانت مستوية بطريقة خطيرة. بصوا شكلها بجد خطير ازاي. قدموها بقى بالطريقة اللي انتوا بتحبوها، وامشوا بنفس الخطوات والطريقة اللي احنا عملناها بالظبط عشان تطلع معاكم احلى شوربة كوارع. وبعد الطريقة دي متأكدة لو انتوا مش بتحبوا الكوارع هتحبوها. انا قدمتها جنب فتة كده مصرية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنتات كتير، وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد، وتعملوا اشتراك للقناة وتبعتوها لأصحابكم. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.